يا رب كلكم تكونوا بخير. الفيديو اللي فات عرفنا فيه ازاي نحمل برنامج بلندر ونستخدم النسخة المناسبة على جهازنا. لو جهازنا لينكس او ماك او ويندوز، وقتها حملنا بلندر 3.4. في الفيديو ده هنشرح على بلندر 3.5. الموضوع هو نفسه، مفيش فرق خالص. هي نفس الاختصارات اللي هنستخدمها، وهي نفس الحاجات، يعني الخطوات. فانتوا شوفوا مساحة جهازكم هتناسب انهي نسخة، ونبدأ بقى سوا مع بعض. في الفيديو ان شاء الله النهارده مش هيكون معقد، بالعكس برنامج بلندر هيكون سهل جدا. في البداية اي حاجة هنتعلمها هتكون شوية صعبة، بس واحدة واحدة لما بتبدأوا تاخدوا على البرنامج بتلاقوا ان الموضوع فعلا حقيقي اسهل مما يمكن. عايزة بس اقول حاجة في البداية، عايزين نبدأ نعمل هنا ندوس على زرار الايديت، ومن كلمة preferences هندوس عليها علشان نخلي اللي عندنا الاعدادات هي نفسها. فانا عايزاكم تخلوا الاعدادات كده، عشان بس لو حد بيستخدم اللابتوب او الكمبيوتر هيكون في فرق بسيط لما يجي مثلا اقول دوسوا على F3 فعندهم بيعلي الصوت. احنا عايزين نخليه سيرش. فالمهم، لما اجي مثلا ادوس هنا عند زرار السبيس بيظهر لي كده، فاحنا عايزين لما ندوس على زرار السبيس يكون ظاهر لي كده. هنا هتلاقي كل الاختصارات. لو دوست مثلا رايت كليك او لفيت بالبكرة كده، كل حاجة بتظهر لكم هنا علشان نمشي مع بعض واحدة واحدة. طيب، انا ازاي بقى الف جوه البرنامج زي ما انا لفيت كده من شويه؟ ببساطه جدا، زرار الماوس بدوس على البكره اللي في النص وبتحرك بيها كده، او الف العكس. لو انا عايزه اخليها في اتجاه واحد زي يمين او شمال او فوق او تحت، تكون كده او كده، من اي زاويه انتوا حابينها. لو انا عايزه مثلا اعمل زوم ان او زوم اوت، فبتكون كده بالبكره زوم ان، وبرجع زوم اوت. اول ما بتفتحوا البرنامج طبعا بيكون ظاهر لكم الثلاث اشكال دولت. احنا عايزين نعرف بس هما ايه. الدايرة دي هي دي بتكون الإضاءة اللي جوه برنامج بلندر، الحاجة اللي بتنور لي مشروعي. لما اجي ارندر او اجي استخرج الملف ده على شكل صورة، هي دي بتكون الإضاءة الموجودة. مش شرط تكون حاجة واحدة بس، لا احنا ممكن نعمل منها كذا نوع إضاءة، هنتعرف عليها في الدروس قدام ان شاء الله. المربع ده بيكون عندي الكاميرا. شكل الصورة النهائية هتبقى عاملة ازاي، باجي ادوس اهو عليها تظهر لي هو ايه شكل الصورة اللي انا عايزة اطلعها يعني من البرنامج. دوسوا الزرار رقم 0 علشان يظهر لكم الفيو النهائي. وطبعا المكعب، الحاجات دي كلها بتبقى ثابتة كده كده. لو عايزين تحددوها بتدوسوا كذا حاجة شيفت وبتحدد لكم كده، وبتكون بتحدد هنا. لو حد عنده خلفية مسبقة على برامج الأدوبي، فمعروف ان هو بيكون في حاجات اسمها layers. هنا في عندي السين كوليكشن جوه برنامج بلندر، لو انا عايزة اقفلهم كده ما اظهرهمش، او انا عايزة افتحهم من العين دي. الكاميرا دي لو انا عايزة ارندر الحاجة، يعني انا وليكن مش عايزة رندر ده، وفي نفس الوقت هو ظاهر لي عادي في المشروع. هاجي ادوس زيرو هي ظاهرالي، بس انا لو جيت عملت ريندر مش ظاهرالي. فعشان كده انا لغيتها هنا من العين اللي شبه الكاميرا. يعني واحدة واحدة هتلاقوا ان الموضوع واضح فعلا. خليني بقى افتح العين دي. تمام، احنا كده عرفنا ازاي نلف جوه البرنامج وايه هي الحاجات اللي على ايدينا اليمين. عايزين بقى نعرف ايه هي الحاجات اللي على ايدينا الشمال دي، او زي ما انا بسميها الريموت كنترول بتاعي جوه برنامج بلندر. اول حاجه السلكت بوكس. الحقيقه لما تيجي نحدد البرنامج، لما نيجي نحدد الادوات اللي جوه البرنامج بتكون عندي بشكل مربع، فبتحدد لي كده كلها. طيب في طرق تانية، في طرق تانية. في عندي سلكت لاسو، تحدد لي كده لازم ارسم. بصوا، هي معظم الحاجات دي معظمها مش بنستخدمها جوه البرنامج غير السلكت بوكس. في عندي السلكت سيركل، تحدد لي كده. وزي ما قلت هي متنوعة، بس هي كده كده يعني الحاجة عبارة عن في الأخير المفهوم واحد، إن أنا بحدد. عندي 3D cursor أو النقطة المركزية زي ما أنا بسميها جوه برنامج بلندر. هي بتكون عبارة، لو تلاحظوا إن المكعب عندي نازل في النقطة دي اللي هي فيها محور X و Y و Z. فأنا لو حطيتها في أي مكان وجيت نزلت أي شكل هتنزل لي مكانها. هنتعرف عليها قدام بصورة معمقة أكتر، بس يعني خلينا نعرف إن هو دي مصطلحها ببساطة جدا. نرجعها مكانها. مش لازم، ممكن يعني تمشوا معايا خطوة بخطوة في الأدوات دي، لأ أنا يعني بعرفكم الحاجات بشكل مش تطبيقي دلوقتي، هي بس نظري. الموف تول من اسمها لو انا عايزه احركه في محور الاكس او محور الواي او الزد بالشكل ده. الروتيت من اسمها لو انا عايزه الف.
السكيل عايزة اكبر في محور الاكس او اصغر في محور الزد، وهكذا. الترانسفورم هي الحاجات كلها التلاتة اللي فوق بتكون مجمعالي في الترانسفورم. الانوتيت والميجر والاد كيوب. انوتيت لو انا عايزه اخد نوتس او انا ارسم جوه البرنامج بالمنظر ده، عايزه امسحهم كنترول وبالماوس امسحها بالمنظر ده. طيب تمام. الميجر من اسمها كده اقيس المسافات اللي عندي. الاد كيوب بالمنظر ده. عايزه امسح بقى كل الكلام ده من زرار ال A على الكيبورد و X ديليت. خلينا احنا بقى ننزل اول شكل عندنا من الكيبورد، شيفت وحرف ال A من كلمة مش هيظهر لي الاشكال دي كلها. عايزه ارجع تاني المكعب. لاحظوا ان هي نزلت هنا. لو انا جبت هنا من 3D كارسر ودوست عليها هنا وجيت دوست شيفت حرف ال A ونزلت الاسطوانة دي، نزلت لي هنا نفس الكلام. شيفت حرف ال A وهنزل مثلا اللي هي الكورة دي. في طريقة تانية ممكن ننزل فيها الأشكال. في طريقة تانية ممكن ننزل بيها الأشكال. هنيجي من عند زرار الآد ومن كلمة مش هنختار الأشكال تانية برضو اللي عندي شكل القرد ده، خصوصا انها نزلت عند آخر مكان أنا كنت حاطة فيه 3D كارسر. هاجي بأداة الموف أحركها. هتلاقوني تحت في صندوق الوصف حاطالكوا ورقة فيها الحاجات دي وإيه هي اختصاراتها. دلوقتي أنا لو عايزة أحركها هدوس حرف الجي وأحركها كده. حطاها علشان ممكن لو انتوا مثلا تهتوا في النص ونسيتوا الاختصارات تبقوا عارفين ان حرف الجي مثلا بيحرك حرف الار من اسمها روتيت، بتلف هنا بتلف في محور الواي. فانا عايزه مثلا اخليها تلف في محور الاكس، هقول ار اكس تلف لي كده. ار زد تلف حوالين نفسها. ممكن هنا دي تبقى اوضح، ار زد كده، ار واي كده، وفي الاخير ار اكس. يعني هي دي بتكون الاشكال اللي عندي بشكل بسيط. حاجة بقى أخيرة عشان نختم بيها الفيديو ما يبقاش طويل عليكم. لو احنا عايزين نخلي حاجة ليها لون وحاجة تانية ملهاش لون، هنيجي من عند الدايرة اللي تحت دي اللي هي الماتيريال، نيجي ندوس نيو. احنا محددين الشكل اللي احنا عايزين نحط له الخامة أو اللون أو أيا يكن انتوا عايزين تحطوا عليها ايه. ندوس على كلمة نيو. هي ظاهرة لي اوتوماتيك اللون الأبيض. أنا مثلا عايزة أخليها اللون الأحمر ده، فهي ما ظهرتليش حاجة هنا. فأنا هعرف منين إنها ظهرت لي؟ عندي الأربع دواير دولت. دي عندي الواير فريم بتظهر لي الخطوط والضلوع دي في المحور اكس وواي وزد. نفس الكلام في الكورة كله، يعني بتظهر لي بشكل شفاف. تاني حاجة اللي هي الطبيعي عندي السوليد. اللي قبل الأخيرة اللي هي بتظهر لي فيها الماتيريال. أنا حطيت لون ايه زي ما انتم شايفين هي ظهرت لي كده. وآخر حاجة لما اجي رندر يعني لاحظوا ان هي البتاع مش واضح ان في إضاءة أصلا عشان احنا مسحناها من الأول. طيب احنا لو عايزين نحط إضاءة فدي هتخلينا نروح للنقطة الأخيرة. لو احنا عايزين نحط إضاءة هنيجي عند زرار اللايت، كلمة اريا أو بوينت أو sun أو سبوت، خليها كده، ارفعها فوق شوية. أنا كبرتها بزرار الاس أو ممكن تكبروها من هنا ونعلي مثلا الإضاءة بالشكل ده. بعد ما أنا عليت الإضاءة برضو مش هترندر لي حاجة. ليه؟ لأن أنا مش حاطة الكاميرا. فهاجي برضو من زرار الآد هاجي أحط الكاميرا اللي عندي. خليني أرفعها فوق كده شوية وأحركها كده وأجيبها كده شوية. بصوا هي ما جاتليش قوي، فأنا لو عايزة أخليها بقى بشكل واضح وإنها تكون باينة هاجي أخليها كده يكون قدام محور إكس وأجي أدوس كنترول ألت ورقم 0 تظهر لي بالشكل ده. وبعدين هاجي عند زرار الريندر هقول ريندر ايمج، ظهرت لي كده. طبعا هي شكلها يعني غريب شوية، يعني مش ده الشكل اللي في الأخير اللي حد يعمل عليه حاجة، بس يعني أنا حبيت إن أنا أوضح لكم الفكرة إن إحنا بنحط الكاميرا منين والإضاءة منين
ولو احنا عايزين نحط الإضاءة ونعليها أو نقللها بالشكل ده.